عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحلية ولا أروع، راح تبهروا بها ضيوفكم. عندي 3 فلان كراميل، نصف كأس تاع قشطة طرية اللي هي الكريمة السائلة 35%، نخفق الكل، بعدين زدت 2 معالق بودرة الشونتي، وهنايا درت عطر الكراميل باش نعزز هذاك الذوق. نخفق الكل حتى نتحصل على موس ولا أروع، خفيفة يعني تاكلوها وانتم تتمتعوا بالذوق. إذا نديروها في الجيب حلواني ونخلوها في الثلاجة تبرد. في هذه الأثناء نديرو بسكوي عادي، درت فيه زبدة دائبة والقليل من القرفة. هنايا درت موز مقطع، يعني التزيين هنايا اختياري. إذا بعد ما نكمل الكؤوس تاعنا بهذه الطريقة، التزيين بهذه الطريقة، راح نجيبو لاموس تاعنا ونملئو الكؤوس يعني مليح. بعد ما ملأت الكؤوس بهذه الطريقة، هنايا التزيين كما قلت لكم يبقى اختياري. أنا زينت بلي بودوار تاع البسكوي تاع الكراميل، درت قطع، نصف بالقطع تاع الموز، والنصف الآخر درت فيه القطعة تاع البسكوي كما هنا قلت لكم. ولا تنجموا أيضا ديروا كريمة الكراميل، التزيين يبقى دائما اختياري وفي المقدور. راح نوري لكم القوام تاعها كيفاش يجي كريمي، يعني خفيف ريشة، يعني متعة والله متعة في الذوق. راح تستغنوا على كامل التحليات، هاد التحلية ولا أروع. شهيتكم في الجنة بالصحة والراحة. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وخلوا لي تعليق جميل، ولما لا البارطاج مع أصدقائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.